سلام زينات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير. مرحبا بكم في مطبخ كوكيتا. اليوم راح نتقاسم معكم وصفه تاع جواز تاع الجلبانه. الوصفه تاعنا واش فيها؟ عندنا مرصوه هكذا تاع الدجاج، ديروا واش حبيتوا، نقليوهم في شويه زيت، ومن بعد كات نرحيو البصل مليح مع 3 سنات تاع الثوم، ونزيدو نقليوهم مليح تري بيان. بعد ما قلينا مليح البصل نجو نديرو هنايا طوماطيش تاع الباطا، فلفل عكري، فلفل كحل، وراس الحانوت، وكان عندي نص تاع جامبوز درتو تاني. كيف نخلطوهم كامل كيف بيان، ونقليوهم تري بيان. فوالا بعد ما تقلات مليح والطوماطيش هذيك تلقط كامل الماء تاعها، نروحو نديرو عليها كمشه تاع زروديه وكمشه تاع الجلبانه. كما شفتوا في الفيديو مع الاول انا كنت زدت لها حبيبات بطاطا مقليين، كاين يديروها خضراء طيب معاها يعني، وكاين اللي يقطعوها هكذا دي بتي كاري ويقلوها. فوالا نزدتها كاضافه يعني ماشي كشغل زدتها برك، تقدروا ديروها هكذا بلا بطاطا تجي ثاني بنينه. ومن بعد نكونوا سخنا الماء بيان سور، ونمرقوا بالماء سخون وما تمرقوش بزاف باش يجيكم الجواز تاعكم يجي ثقيل ويجي بيان. فوالا هذه الوصفه تاعنا تاع اليوم، خفيفه ظريفه ولا اروع. ان شاء الله تكون نالت اعجابكم الوصفه تاع اليوم. الى وصفه اخرى، الى اللقاء.